ازيكم يا كسين، عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. ايه ده ما جاتش؟ طب ثانيه نعيد تاني. ازيكم يا كسين، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. Coming around to make them gyal roll out them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Go down. النهارده هتلاقوا الحماس زياده شويه، هو قل شويه بس مش عارف ليه حاسه زياده، لان الاهلي كسب 3-0 بس. سحقا للذكريات تقاوم النسيان، تبا لوعد زائف اسكنني الاحزان. كده 17 18 19 20. ايه فين ايام زمان 6-1 و9-1 و9-0 و7-1 والكلامات دي؟ فين؟ مبقاش فيه دلوقتي ليه؟ بس يلا، اهو الاهلي عمل اللي عليه واحنا عملنا اللي علينا. النهارده بتكلم فيديو النهارده عن طاهر القلب نقي يوتيوبر حرفيا انا شفتهم. اول واحد هو اسمه يوسف النني، تاني واحد اسمه بودي. الاتنين دول عملوا ايه بقى؟ واحد يقول لك ايه، انا لعبت لعبة توم ومش عارف كلمته الساعة 3 بالليل، واحفظوا كلمة الساعة 3 بالليل دي عشان هتفهموا بعدين نقول الساعة 3. فأنا بصراحة دخلت شفت الفيديو عادي، بيقولوا توم ما خافش اطلع عارف ايه، قالوا يعني انت مش خايف الكلام ده. هو باين اصلا ان في قطاية هو عاملها، فهو في القطاية دي اكيد اتكلم. انا عارف ان انتوا شايفيني مختلف شويه عشان الكاب قلعته والكلام ده، بس عادي. ففي القطايه دي يا جدعان هو ايه، حلو قوي. بس اشرب واعرف اقول لك. في القطايه دي كان عمل حوار بقى، كان هو يعني هو في كل قطايه هتاخدوا بالكم منها، هعملها لكم في المونتاج ابينها لكم بالظبط هتفهموا قصدي. فهو حرفيا كل فيديوهاتي كده مثلا ابلع رحنا بابا نويل الساعه 3 بالليل، مش عارف ليه الساعه 3 وهي تلاقي الساعه 10 بالليل او 11 بالليل. وما تسالنيش هي في حاره بتبقى فاضيه الساعه 10 11 بالليل، ده احنا حارتنا عليا انام بتنام من الساعه 7 بالليل، من الساعه 7 بتلاقيها نايمه. حاره ابو لهب اللي انا قاعد فيها دي، هو تفهموا ليه حاره ابو لهب. احنا حرفيا اي حاجه انت عشان تنده عندنا في المنطقه مثلا، اي منطقه تانية لازم تقول ايه، مثلا لو عيل تاهي تقول عيل تاهي يا ولاد الحلال، لا هنا لا، دي شتيمه بقى عندنا، هنا لازم تبدا عيل تاهي يا ولاد طاهر القلب نقي ذاكر لله. مش يا ولاد الحلال يا ولاد على طول. عارف انت سكلك امك، هي كده. فانت بقى هتلاحظوا ايه اللي كل فيديوهاته كده، يعني مثلا كلت حوشي الساعه 3 بالليل. طب انا ممكن انزل الفيديو ده واقول ايه، وشربت نسكافيه الساعه 3 بالليل، شوف ايه اللي حصل وكده. وهتلاقي معظم فيديوهاتها مبنيه اصلا على لعبه توم، اللي هو ايه، ابلع 3 بالليل، ابلع 3 بالليل، 3 بالليل. ثانية عشان النسكافيه ده لا، ابلع 3 بالليل، 3 ابلع 3 بالليل. ايه يا ابويا تلاقيها الساعه 11 ولا 10. ودي بقى فككم من يوسف النني ده، انا ممكن اعمل عليه فيديو 16 ساعة عادي مكمل كلام عليه. بس بودي عامل نفس اللي بيعمله يوسف النني بس بطريقة مختلفة. الراجل طريقة مختلفة، يعني في فيديو انا هجيبه لكم دلوقتي صورته، هو في الصورة المصغرة الساعة 3 بالليل، في العنوان الساعة 12. انت رسالك على حل يا سعادة الباشا، انت ايه، انت بتجنن الزبون. يعني انت مثلا المشاهد العزيز داخل على الفيديو انت بتجننه حضرتك. يعني نخش مثلا الساعة 12، يعني انا اخش الساعة 12 انت دلوقتي ولا 3 ولا الساعة 1 ولا الساعة 2، انا ايه اللي يا ابني هنا؟ السلام عليكم يا عم. فاهم انت في عقلية المشاهد؟ انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ مش عارف صوتي عالي ليه، بس الحماس النهارده حلو وجاي. فيجي يقول لك هو كده كل فيديوهات الساعة 3 الساعة 3 الساعة. طب انا ممكن انزل، والله يا جدعان تصدقوا هنزل فيديو اكتب عليه ايه ما بين قوسين اجلد الساعة 3 بالليل، وشوف الناس بتقول ايه وانت كمشاهد احكم. فكل حاجة مبنية اللي يجيب لك مثلا يعمل رياكت على فيديوهات. يعني معلش انت جايب لاعب عروسة ب2 جنيه ونص وتقول ده توم ودي انجلا ومش عارف متخانقين ومتجوزين يا شيخ ارحمنا يا شيخ ارحمنا، ده انت مش عارف ايه. ويجي بقى يقول لك ايه، انا
اتصلت بتوم وانجلا عشان نصالحهم على بعض. مش عارف بشرب بصوت ليه، بس انا بحب الشرب بالطريقه دي يا زميلي. فانت انزل اعمل سبسكرايب ولايك وكومنت وجرس واللي ربنا قدرك عليه، عشان انا بتكلم لك والله بحماس. وبص لسه بفوق لك قسما بالله. هي الساعه دلوقتي بالظبط الساعه 10 عشان انا بعد ما خلصت الماتش. انا متعود اشرب بصوت، كلام بره السياق خالص. فيعني هو راجل مجنون. لا ولما يجي تومي كان يقول له بولي نعقبه هطل طاهر القلب نقي ذاكر لله. انا هعمل وانا مش بتنمر عليه والله، انا بتنمر على غباء كده. انا مش بتنمر عليه هو كشخصيه، وانا بتنمر على غباء. انتوا فاهمين قصدي؟ اهم حاجه انا موصل المعلومه صح، عشان بس ايه نبقى فاهمين بعض. بس هو إيه؟ انتوا فاهمين بعد اخر تقول كلمتين عويض. حاولت ابان راجل مثقف وعاقل بينكم، بس انتوا مش عارف اوصل المعلومه عليا. يعني انا كراجل دلوقتي سايب فيلم هاري بوتر وربنا شغال بره عشان اجي اصور الفيديو بعد الماتش. والله سبته كان في اوله، كان الجزء الخامس. انا مش بتنمر عليه، بس انت ليه يا صاحبي تكتب الساعه 3؟ ايه الميزه في الساعه 3 بالليل؟ ما هو ربنا انا بصحى لحد تاني يوم، مش بنام، بصحى لحد تاني يوم. يعني ممكن افضل سهران على الفيديو ده منتجه لحد تالت يوم عادي كده. وممكن اكتب لك والله لا اكتب لك العنوان الساعه 3 بالليل. تخيل بقى. لا ما تتصوروش من وقت الحاجه دي، انا متعود عليها من زمان. والله نسكافيه ده مزاجي، لا اعمله لي مزاج. تسلم يا محمد والله ايدك. لا ما انا قلت بس اعمل لقطه قدام الكاميرا ان انا بدايه بقلب وكده، فاهم انت؟ تمام اخويا شيء ايه. محمد هو اللي عامل لي نسكافيه والله عامل. هو يا صاحبي انت ايه يا بودي؟ ده انت حتى اسمك بودي. انا مستني ايه من واحد اسمه بودي؟ يعني بودي تخيل واحد اسمه يوسف النني والتاني اسمه بودي. والله لا الفيديو ده هيتقسم على جزئين، جزء يوسف النني وجزء بودي. يعني يوسف النني انت خرا يا جدع، انت اخرى من الخارين. انت خرا يا جدع، انت خرا ليفي او برو ماكس اوبر تاكسي ماشي عكس بياكل فاكس. مش عارف بيركب تاكسي تقريبا. يعني انت ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ وحد الله في قلبك يا جدع، مش كده يا جدع، مش كده يا جدع. وانت مسيح على عين. لا والفيديو بتاع يوسف النني انا نسيت اقوله في الاول، وربنا لو انا مش هدا غير لما اجيبهولك يالا في الفيديو ده اللي هو ايه. توم لبس اخويا وماسك سكينه وكان هيتنى. تخش على فيديو 9 دقايق بيتكلم مع اخوه، 9 دقايق واخوه عادي ولا ماسك سكينه ولا حاجه. انت هتعصر اللعبه دي مشاهدات. يعني لعبه الاطفال بقت لعبه المشاهدات. اخي ده انت خرق اوبر ماكس يا جدع. واقول لكم على حاجه، والله العظيم الواد ده هيفضل ينزل فيديوهات الساعه 3 بالليل، يقول لك اكتب لك على الساعه 3 بالليل لحد ما يموت. لحد ما يموت. يعني هو جايب 214 مشترك من حكايه الساعه 3 بالليل. لو يقول لك مثلا ايه المسحرات الشرير، ابو بابا نقول الشرير، السحر الاسود، مش عارف ايه، اركب عب انت بتقول ايه يا حبيب قلبي؟ مش فاهم. لما تيجي تعمل فيديوهات من دي ركز انت بتقول ايه، ركز انت بتكتب ايه. انت اللي في الصورة المصغرة حاجة وفي العنوان حاجة وفي الفيديو حاجة تالتة. يعني هقول لكم هوصفها لكم ازاي. ثانية واحدة. اللي في الصورة المصغرة فيديو، اللي في العنوان فيديو تاني، اللي في الفيديو نفسه فيديو تالت. انت متخيل انت كتير خرا ازاي يا جدع؟ انت خرا يا جدع. وبودي برضه صورة مصغرة حاجة ومش عارف ايه حاجة تانية. يعني فتحوا مجال لناس تهبط في الهبد. بقى واحد منزل لك سونيك الشرير، شفيق الشرير، مش عارف مين الشرير. ده انا ناقص الاقي فيديو على يوسف الشرير.
ايه يا جدع؟ ده انا لسه شعار اكس ده مكتوب عليه ايه؟ اكس الشرير، جو اكس الشرير، يوسف ابلع شرير. نشرب بقى كوبايه النسكافيه الشريره دي على يا اخويا. بصوا عشان اقول لكم على حاجه، بودي عنده داخل على 3 مليون و500 الف، يعني داخل على 4 مليون. محمد يوسف، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك اسم يوسف النني 214 الف. انا عايز بقى كلهم كده، كل جماهيرهم والمحبين اللي فاكرينهم جامدين يعملوا ديسلايك. بس قبل ما تدوس ديسلايك يا حبيبي، انا احب اقول لك بس اللي انا هقعد لك حبه كده كمحقق، نزل لي محقق كلها يا ابني في المونتاج بتاع فيديو، نحط لي محقق كلها يا محمد، ماشي؟ خلصانه يا اخويا. يعني انت يا اسطى قبل ما تعمل لي ديسلايك او تعمل اي حاجه، خش شوف ودور على اللي انا بقول لك عليه. يعني انت هتلاقي في قطات كتير قوي مالهاش لازمه. يعني انت ليه عامل القطات دي؟ اكيد انت عامل وراها حاجه، فانت حتى لو مش عامل انت عامل وراها حاجه، فانت يا اسطى حاول تركز وتعمل الفيديو صح. يعني يا عم عايز تقدم محتوى زي ده، يعني محتوى حلو، مش لازم كله يبقى ساعات الساعه 3 والصوره مختلفه الساعه 12 ومش عارف ايه. اعمل حاجه كويسه. انت كده انت عارف ان انت كده بتأذي اطفال. يعني انت الاطفال، في اطفال هتشوفك من ورا اهلها، انت كده بتأذيهم. يعني انت متخيل اصلا انت بتعمل ايه في عقليه الطفل اللي هو يخاف يلعب لعبه زي دي؟ يعني انت لما يشوف لعبه زي دي تعمل كده، يلعبها تاني ليه؟ مش هيلعبها، مستحيل يلعبها تاني. انت متخيل اصلا انت عملت ايه في الطفل؟ انت دمرت الطفل ازاي؟ انت ممكن طفل وربنا ممكن ما ينامش، بجد مش بهزر، ممكن ما ينامش بسبب اللي انت عملته للطفل. يعني بودي عربي، انا يوسف النين عربي، ايه الغباء؟ انا على اول احنا عملنا دقيقتين تسقيف حلوه، فانت متخيل اصلا انت عملت ايه في عقليه الطفل؟ يعني انت مثلا الطفل بيحب لعبه زي دي، هو هيكرهها في ثانيه. راجل مثلا، يعني انا واحد انا كنت بحب اللعبه دي، انا ذات نفسي كرهتها وكرهتك وكرهت طاهر القلب نقي ذاكر لله. بس مش بجد. يعني على اليوتيوب انا بحبها مش بجد. فانت حاول تلاقي المحتوى. يعني انت يا عم مش بتوجهه للاطفال بس، في اطفال اكيد هتشوفه، يعني انا عارف ان في اطفال هتشوف الفيديو ده برضه، فانت في اطفال هتشوفه، فانت حاول تقدم محتوى تميز فيه. يعني انت مثلا يا عم اعمل فيديو زي ده بس في الاخر ده كله كده عشان الطفل يرجع يلعب حاجات. انت كده بتبوظ جيل. انت متخيل انت عملت ايه؟ يلا ما تنساش بقى لا سبسكرايب وشير عشان صحابك يشوفوه. اشوفكوا الفيديو الجاي.